شنو العلاقة اللي كتجمع ما بين ألماني كيهدم جدار برلين سنة 1989 وشاب مغربي اللي كيقطع البحر تجاه سبتة ومليلية؟ صراحة في الظاهر ديالهم جوج كيبانو مختلفين، ولكن الفكرة اللي تحركت في دماغهم بزوج فراه نفس الفكرة. سنة 1989 ناطق رسمي ألماني بالغلط ذكر بأن الحدود الألمانية مفتوحة. الشائعة انتشرت في دقيقة والآلاف توجهوا لجدار برلين والبوليس تلف وكل شيء تخربق، وهذا الشيء اللي خلى ان جدار برلين سقط. مقارنه بسبته الاحداث اللي دازوا كانوا اشاعات في الواتساب، اشاعات في تيك توك، اشاعات في في المواقع التواصل الاجتماعي تقول بان الحدود مطلوقه، ولكن هنا فين كيحبس التشابه. جدار برلين طاح حيت النظام الشيوعي مات. الالمان كانوا باغيين يطيحوا الدوله وتوحد الامه. احداث سبته هي ازمه هجره وضغوط واجهه بين دولتين لاسباب اقتصاديه وسياسيه. الجدار اللي في برلين القصه ديالو انتهت، بينما السياج ديال سبته رجع يتزير من جديد. فرق كبير بين الانهيار السياسي الحدودي وبين ضغط الهجرة، ولكن الحقيقة الكبيرة هي السوشيال ميديا. ولات بحال الفيروس دغيا ولات كتنتشر الشائعة، وهادشي اللي كيتسبب لنا في ازمات سواء اجتماعية اقتصادية سياسية الى غير ذلك. الحدود يقدر يجي واحد النهار ونبدلوها، لكن التاريخ ما كيتنساش. انت متفق معايا بان الارض كترجع لمالها؟ خلي ليها في كومونتير. سبتة ومليلية مغربية.